السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غادي نحضروا جميع طبق ديال اللحم بالبرقوق مع جميع الأسرار ديالو، وغادي نجح معك بأول مرة بطريقة جد سهلة وبسيطة. غير تابعوا معايا المراحل وتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، واللي ما عمره ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويدير تفعيل الجرس باش يولي يوصلك ديما الجديد ديالي. وما تنساش شي كومونتير زوين وشي لايك، ونبداو على بركه الله. يا بسم الله. هنا عندنا واحد 2 كيلو ديال اللحم ديال البقري، كنقطعوهم بحال شكل طروفه كيف هذا الشكل. وعندنا هنايا سكينجبير، غنحتاج سكينجبير وقزبر يابس، خرقوم، فلفل اسود، ملح، السمن. هنا كنحتاج واحد شويه من قعقله وبسيبيسه طحنتهم جيدا، وكنحتاج 4 الفصول ديال الثوم وضامه ديال الزعفران. هادي غادي نحك غادي نحك الثومه. وبالنسبه كما قلت لكم قعقله وبسيبيسه غادي ندير منهم غير شويه، كيبقاو اختياريين، اما ممكن لما كانوش عندك ممكن تستغني عليهم. دابا غادي نبداو على بركه الله باش غادي نديروا هذيك الترميله باش غادي نشربوا فيها اللحم. كما قلت لكم سكينجبير، غندير ملعقه ديال سكينجبير، وغادي نضيف ملعقه مع مراج ديال القزبر يابس، وغادي نضيف ملعقه ديال الفلفل الاسود مع مراج، وغادي نضيف ملعقه كبيره مملوءه بكركم، وغادي نضيف هذيك ضمه ديال الزعفران، وغادي نضيف ملعقه مع مراش، غير راس ملعقه ديال القعقله وبسيبيسه. بالنسبه للقعقله بسيبيسه كما قلت لكم اختياريه، ممكن تضيفيها ممكن ما تضيفيهاش. وغادي نضيف هنايا ضمه ديال الزعفران كامله. دابا غادي نضيف الفصول تاع الثوم، هذوك 4 غادي نحكهم كاملين. كيف هذه الطريقه. بهذا الشكل. من بعد من حكيناهم بالنسبه لبنات السمن، انا ما غاديش نضيف هذا السمن اللي كيكون مالح بزاف. داكشي علاش غادي ندير الملحه، غادي نضيف غير ملعقه صغيره مع غير مملوءه ديال الملح. وبالنسبه للسمن راه ما مالح بزاف، غادي ندير ملعقه صغيره ديال السمن عامره. دابا غادي نضيفو الماء. غادي نضيف هنايا كاس ديال الماء غير مملوء. غادي ندير فيه هاد التتبيله، نخلطها مزيان حتى تمازج ليا التوابل يتماجوا مع بعض كما هكا كما كتشوفوا. هنا بقيت كنزيد في هذاك الماء داك الكاس حتى درت الكاس كامل كما كتشوف. دابا غادي نبدا ناخذ اللحم باش غادي نشرملو في هاد التتبيله هذه. شفتوا على اللون البنات ديال هاد التشرميله كيفاش كيجي. كنشد دابا اللحم ديالنا وكنمرمغو كيف هكا مزيان بهذه الطريقه. وسمحوا لي على الفيديو كيبان لكم شويه مرعود حيت كان خدامه بايد وايد كنصور بها. كنبقى هكا حتى كندير هذيك الكميه كامله ديال 2 كيلو ديال اللحم كلها كنشرملها كيف هكا. شفتوا البنات؟ انا من بعد ملي شربنا اللحم ديالنا كامل
كيف هكا. غادي ناخدو هنا راه ما كيبانش في اللون ديالو، ها نتوما البنات راني عقب زدت في الاضاءه، ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي الترميله في اللحم كيف هكا. هنا غادي نخلي واحد المده ديال حيت مع انا شرملته الصراحه، شرملته حتى الصباح، حتى النهار اللي بغيت نخدم به اللي شرملته. ممكن نتيا الا كنتي ما مزروباش كان عندك اللحم في الليل تشرمليه بالليل، قد ما التوابل كيدخلوا لذاك اللحم وكيشربوا كيجي بنين، وتخليه حتى الصباح يعني وطيبيه. اما الا كنتي مزروبه وجاك اللحم هذيك الساعه وعندك بيتي طيبه ديك الساعه، على الاقل خلي واحد المده ديال نص ساعه على الاقل حتى كتشرب هذيك التتبيله تحسي بها شربات. هنا من بعد غطيته بالسلوفان كما كتشوفوا، غادي نخليه بما دوز واحد المده ديال نص ساعه وانا معاكم. هنا البنات من بعد ملي داز واحد المده ديال نص ساعه كناخذ واحد الطنجره. من الاحسن الا كانت عندكم طنجره نتوما كبيره، من الافضل انا ما كانتش متوفره عندي شويه، كانت عندي طنجره متوسطه ما عنديش كبيره. باش غادي تحطي اللحم وحده حدا وحده من الافضل باش ما تبقايش تقلبي اللحم ديالك. انا ما كانتش عندي متوفره، عقبت اضطريت انني شاطوا ليا شي هكا يعني شي طرفه، عقبت دفتهم الفوق. اما الا كانت عندك طنجره كبيره كتديري كيف هاد الطريقه، كتحطي وحده حدا وحده بحال هكا، بحال الطريقه كما كتشوف بحال هادشكل. كتحاولي تبعدي وتبداي تحطي في اللحم ديالك كيف هالشكل. الا كانت عندكم طنجره كبيره كتبداو تحطوا لحمه حدا لحمه، ما تحطوش اللحم فوق اللحم باش يجيكم ساهل، باش يطيب كامل وفي نفس الوقت متبقايش تقلبي. الا بقيتي كتقلبي راه غادي تفرتلي. بالنسبه للبصله البنات انا ضفت حبه ديال البصله وحده، كيبقى لكم بصله كتبقى اختياريه. بالنسبه الا بغيتي تضيفي جوج بصلات ثلاثه، كاين اللي كيدير قد الكميه ديال اللحم قد الكميه ديال البصله. انا في هذه المرحله ضفت غير بصله وحده صافي، وكتجي بنينه وكتجي المريقه خاطره وزوينه. هنا البنات غادي نضيف واحد نص كاس معمرش ديال الماء، وغادي نضيف الزيت كاس معمرش ديال الزيت. بالنسبه للزيت غادي نضيف زيت الزيتون اللي غادي نضيفه فوق هاد اللحم. وبالنسبه لهنايا راه شاعله على الطنجره، شاعله عليها البوطه. بالنسبه للعافيه متوسطه شويه مجهده مني حتى كتقلل لينا اللحم. هنا من بعد ملي تقلل لنا اللحم كما كتشوفوا البنات كنضيف هنا الماء. بالنسبه للماء كنضيفو حتى كنبغي نغطي اللحم صافي وكنحبس بحال هاد الطريقه. شوف هنا غادي نضيف ملعقه ديال قزبر ومعنوس كبيره عامره، ممكن تضيفيها في الاول مع التوابل، انا ما ضفتهاش، ضفتها حتى الاخر. ممكن تضيفيها انت في الاول صافي. دابا غادي نسد عليها واحد المده ديال ساعه حتى ساعه وربع، وهنا غنفتح عليهم الطنجره بما وجد لينا اللحم ديالنا. هنا بالنسبه للوز كما كتشوفوا اللوز هكا كيكون في الاول، غادي نغسلو مزيان مزيان من التراب، غنضيف عليه الماء وغادي نغسلو مزيان كيف بحال الطريقه. وغادي دابا ناخذ واحد الكميله غادي نضيف فيها الماء باش غادي نسلقو غير طلع فيه الغله وكنطفي عليه بحال هكا كما كتشوفوا. دابا كنديرو فوق البوطه، غير يبان لينا اللوز ديالنا وطلعت فيه الغله صافي وكنطفيو البوطه صافي. هنا كما كتشوفوا البنات غير طلعت الغله صافي وكنطفي البوطه، ما كنخليش يبقى يطبخ ولا كنزيد في الطبيخ، غير كطلع ديك الغله الاولى صافي كنطفي عليه. ها كما كتشوفوا البنات ها نتوما هذا غير تزول الجلفه ديالو كتزول صافي. كنصفيه دابا من هاد الماء هنا كما كتشوفوا في الصفايه كيف بحال هكا صافي. وكنبدا نزول الجلفه بسهوله بطريقه سهله دقيقه كتزول لينا
يعني ما كانت عندهم والو. صافي كناخذ هنايا واحد المنديل او زيف او اي حاجه عندكم، او ورق مطبخ. صافي كنفرشوه نفسخوا داك اللوز كما هكا، وكنخليوه حتى كينشف مزيان، نخليوه هكا ينشف مزيان باش غادي نمشيو باش غادي نطيبوه في الزيت. بالنسبه باش يجيكم اللوز واش دغيا كيطيب من كله حتى من الداخل ديالو، هي ترميه في الزيت تكون بارده من الافضل. هنا راه رميته في الزيت تكون بارده، صافي كتشعلي البوطه وحتى كتبقاي هكا على التحرير باش كيطيب كله وكيطيب حتى من الداخل وما يجيكش خضر من الداخل، كتبقى هكا مستمره. وبالنسبه للوين ما تخليش حتى يولي احمر، الا خليتيه حتى ولا احمر صافي ملي كيبرد كيولي بحال محروق، ما كيبقاش في المذاق ديالو. كي بحال هكا شو لوين البنات كيبان بحال شويه لويميني، شو كيبان او مازال غادي يبرد وغادي يعطينا اللون ديالو اللي كيكون فيه. هانتوما البنات شو كي بحال هكا ملي كتصافيو كناخذوا الصفايه وكناخذوا شي منديل ديال الورق ديال الزبده صافي باش كيشرب داك الزيت هذا صافي، وكنخليوه كي بحال هكا. هذا هو اللوين من دابا راه برد، مني برد كنضيفو بزلافه. بالنسبه للبرقوق كنغسلو مزيان من التراب. خديت من قميله صغيره او تاخدي كاسرونه، غادي نضيفي فيها البرقوق وغادي تضيفي فيها الماء وغادي تضيفي الملح والقرفه هما الاولين حتى كيطيب الماء كيبان لك كيغلي وكيبدا البرقوق ديالك تحسي بيه بدا كيطيب، هي اللي كتلوحي سنيده في الاخر. الملحه كتبقى على حسب الذوق. هنا من بعد مني طلعت لي الغله كما كتشوفوا البنات كنضيف واحد ملعقه ونص ديال سكر سنيده صافي. كتخلي واحد المده تاع 10 دقائق وكتطفي عليه البوطه. ها نتوما البنات كما كتشوفوا هذا هو البرقوق ديالنا راه وجد. صافي كنمشيو للتقديم. كما كتشوفوا في التقديم كيبقى اختياري والتزواق كيبقى اختياري. هنا البنات راني ديجا درت البيض سلقته، راني نسيت ما صورتوش معكم. المهم راه كلشي كيعرف يسلق البيض، كتخليه يسلق واحد المده ديال 15 دقيقه وكتطفي عليه البوطه صافي. كنبقاو هكا حتى كنضيفوا الطبسي، كنضيفوا فيه اللحم، كنضيفوا البرقوق ديالنا كنمرمدوه في جوج كنقسموا البيض ديالنا على جوج وكنضيفوا اللوز الوسط وكنقسموا ديك البيضه وكنديروها على شكل وريضه. هذا هو الطبق ديالنا. كنتمنى الى الاعجاب ديالكم وكنشكرك بزاف تابعتي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. شكرا ليك بزاف بزاف ولا يخطيك، وشكرا لكم كاملين، وشكرا الناس اللي دخلت عندي جديده كامله كنشكركم بزاف بزاف الله يخطيكم، وشكرا الناس القديمه وشكرا على الميساجات ديالكم. شكرا بزاف لكم، وكلمه شكر قليله في حقكم. وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.